انا حرقت الشواهد ديالي، ولكن راه ما عمري غنسامح في الشخص اللي قصاني من مباراة التعليم. راه ما عمري غنسامح ليه حتى لضي يوم القيامة. الشواهد ديالي حرقتهم بحال اللي ما عمري قريت. انتوما قريتوا ولادكم كتقروهم في البعثات الفرنسيه والامريكيه، وانتوما بروسكم قريتوا في الخارج وما عانيتوش معنا المعاناه اللي كنعانوها حنا هنايا او اللي عانيناها في المدرسه العموميه، وكتجوا وكتاخذوا قرارات ليس بفكر مغربي، والله الا كتاخذوها بفكر اخر، وكانكم تتخذون هذا القرار في دوله اخرى غير المغرب. ونزلوا معنا شويه للارض، الله يجازيكم بخير. وهادو اللي عندهم 31 وما فوق اللي تجاوزوا سن 30 فين يمشوا للبحر ولا يقابلوا البحر اللي يرحل ولا يموتوا ولا ينتحروا؟ اش غادي يديروا؟ القضاء وكيطلب 30 سنه، والتعليم اليوماتي ايضا يلتحق بركب القضاء ويحدد سن 30 كشرط، وغادي نسموا هذا سن 30 هي سن اليأس اللي وصلها راه تقاعد. وما كنعرفش شكون هذا اللي كيفتي على هذه الحكومه هذه وكيقول لها زيدي كعي المغاربه وزيدي غضبي المغاربه وخرجيهم للشارع. سي شكيب بن موسى الا بغيتي تصاوب التعليم، بغيتي تقادو، سير للوبي ديال المدارس الخصوصيه، وقف علينا هذا التمايز اللي كاين في التعليم. واليوماتيه ما كاينش بيت يخلو من معطل ومعطله عايشين بالتضامن ديال الاسر ديالهم. كاين اللي عنده 30 عام و 32 عام باقي باه يعطيه باش يشري القهوه ولا يشري الكارو ولا الشيء، البنت بيعطيها باش تمشي للحمام. واليوم هذا الامل اللي عند هذه العائلات كتقتلوه انتم اليوم بهذه السن وانتم في مكاتبكم المكيفه. سن 30 حددنا على أنه لا يمكن لأي مغربي حاصل على الإجازة أو الماستر أو حتى الدكتوراه أنه يدوز المباراة ديال التعليم إذا تجاوز سنه 30 سنة، وطبعا مع الانتقاء، مع شروط الانتقاء الأولي اللي هي مجحفة، وأنا كنقولها مجحفة في الماستر ومجحفة في الدكتوراه، وتضرب حقا دستوريا مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة، ومع ذلك تجاوزناه. اليوم كيجي يحدد لنا سن 30. انا غادي نطرح سؤال على وزير التعليم ووزير الرياضه ووزير بزاف ديال الحوايج الذي سبغ ايضا وكان معدا للبرنامج التنموي، وكنقول له على انه يا حسره رانك درتي البرنامج التنموي، عرفتي الاعطاف فين كاينه، وعرفتي الفئات العمريه اللي متواجده بكثره في المغرب هي من 30 حتى 45 سنه، وهي اللي كيراهنوا عليها المغاربه. وانت تجي وتحدد لنا سن الالتحاق بالتعليم اللي كان كيمتص مجموعه من جحافل ديال المعطلين، اليوم تسدين عليهم الباب. وهادو اللي عندهم 31 وما فوق اللي تجاوزوا سن 30 فين يمشوا للبحر ولا يقابلوا البحر اللي يرحل ولا يموتوا ولا ينتحروا؟ اش غادي يديروا؟ القضاء وكيطلب 30 سنه وجوج المباريات فقط عندك الحق فيها، ما عندكش الحق في الثالثه. والتعليم اليوماتي ايضا يلتحق بركب القضاء بركب وزاره العدل ويحدد سن 30 كشرط، وغادي نسموا هذا سن 30 هي سن اليأس اللي وصلها راه تقاعد. والله يجازيكم بخير، ورأفة بالمغاربه ورأفة بعقولنا ورأفة بالمصالح ديال هذه البلاد هذه، راكم كتحطوا السلم الاجتماعي في مهب الريح، وراكم كتقلبوا لشي حوايج اللي للاسف الشديد وما نتمناوها الوطن ديالنا ما يستحملها. نتوما قريتوا ولادكم وكتقروهم في البعثات الفرنسيه والامريكيه، وانتوما بروسكم قريتوا في الخارج وما عانيتوش معنا المعاناه اللي كنعانوها حنا هنايا او اللي عانيناها في المدرسه العموميه، وكتجوا وكتاخذوا قرارات ليس بفكر مغربي، والله الا كتاخذوها بفكر اخر، وكانكم تتخذون هذا القرار في دوله اخرى غير المغرب. ونزلوا معنا شويه للارض، الله يجازيكم بخير. راه المغاربه اللي كتشوفوا ماشي هما في الانستغرام، ماشي هما اللي في هاد الوسائل كاع اللي ما عرفتهم، كتشوفهم مرفهين وكتشوفهم عايشين السعاده. راه المغاربه الحقيقيين راه موجودين على ارض الواقع ويعانون في صمت. واليوماتيه ما كاينش بيت يخلو من معطل ومعطله عايشين بالتضامن ديال الاسر ديالهم.
كاين اللي عنده 30 عام و32 عام باقي باه يعطيه باش يشري القهوه ولا يشري الكارو، نفس الشيء البنت بيعطيها باش تمشي للحمام. واليوم هذا الامل اللي عند هذه العائلات كتقتلوه انتم اليوم بهذه السن وانتم في مكاتبكم المكيفه. السيد الوزير سي شكيب بن موسى، الا بغيتي تصاوب التعليم وبغيتي تقادو سير للوبي ديال المدارس الخصوصيه، وقف علينا هذا التمايز اللي كاين في التعليم. جيل يدرس في المدارس الخصوصيه ويتخرج من مدارس خاصه ومن جامعات خاصه، وجيل مسكين ولد الشعب يصارع البؤس الاجتماعي داخل المدارس العموميه ويتخرج، وملي يتخرج بكده وعرقه وجهده كتوقفوا له كديروا له العصا في الرويضه سن 30. واليوم هي الخطير في الامر هو على انه بغيتوا تحوروا النقاش من جوهر النقاش الحقيقي وصلب النقاش الحقيقي اللي هو رفض التعاقد والغاء التعاقد وجعل التعليم وظيفه عموميه بحال بجميع الوظائف، وبغيتوا تخلوه تختازلوه في سن 30 سنه باش نحيدوا من المطلب الرئيسي والجوهري ونمشوا للمطالب الفرعيه، ونقول لكم حيدوا لنا غير 30 وتولي انجاز. كنقول لكم وكنأكد لكم اليوم راه الوضع لا يحتمل، وهذا القرار اللي اتخذته قرار غير دستوري وغير قانوني، لان حتى الوظيفه القانون كينص على انه 45 سنه، وهذا الشيء ديال الاكاديميه طرحته 30 سنه، وغير لائموا القوانين وقادوا معنا. والله يجازيكم بخير هذه الحكومه كنقولها وكنكررها التي تتحدث كثيرا، واللي بعض الوزراء ديالها احسن لهم يصمتوا، لانه كما كيقولوا الفقهاء السكوت في معرض الحاجه الى البيان بيان. اللي ما قاد على شي حاجه بلا ما يبقى يقولها، واللي غادي يقول لنا اليوم الشيء والنقيض ديالو غدا بلا ما يهضر وبلا ما يمني المغاربه ويخليهم يحلموا، ويجي النهار الاخر ويقول لك ليس من اختصاصي. وسير راجع بعد الاختصاصات ديالك وسير اعرف شنو هي الاختصاصات التي خولها لك القانون وخولها لك الدستور باش تتكلم، ماشي نقولوا الشيء والنقيض ديالو. والغريب في الامر والعجيب في الامر هو على انه اذا تتبعنا مسارات بعض الوزراء داخل هذه الحكومه كنشوفوا ايامات كانوا في المعارضه واليوم اللي كانوا في الحكومه تغير كل شيء، وكانه كيورك على بطون وكيولي بنادم اخر. الله يجازيكم بخير. المغرب الذي تدافعون عنه هو نفس المغرب سواء كنت في المعارضه ام في الحكومه، واللي قال شي حاجه وما قد عليها يجب ان يقدم استقالته. واليوم كنقولوا لوزير التعليم وكنقولوا لباقي الوزراء احسن لكم سكتوا افهمكم، الا عدتوا غير غادي تتكلموا وتعطوا وعود للمغاربه والنهار الاخر كتلغوا هذه الوعود هذه بحجه واهيه وبحجه عدم الفهم حتى فهم الاختصاص ديالكم. اليوم مع وزير التعليم الله يجازيك بخير، هذا مطلب ديال جميع المغاربه، الغاء تعاقد في التعليم، لان التعليم خط احمر. التعليم هو المستقبل، التعليم هو الحياه، التعليم هو كل حاجه الا التعليم. ولا افهم كيف لا يتغير بعض الوزراء في قطاعات معينه وكيضلوا سنوات طويله والتعليم كل مره كتجيبوا لنا فيه وجه جديد. واليوم جبتوا لنا وجه والله ليس سياسيا، ولم يتدرج في أي حزب سياسي، ولم يدرس في المغرب، ولا يعرف معاناة المغاربة، فشيء طبيعي انه يدير 30 سنة. هاد سن 30 سنة كنقولها لكم الغوها، والغوا التعاقد وتعاملوا مع التعليم بجدية وسيروا المكامن الخلل داخل التعليم، وهي اللوبي ديال المدارس الخصوصية وإلغاء التمايز وجعل التعليم حق لجميع المغاربة، ماشي نكونوا نخلصوا الضرائب ونقروا التعليم الخصوصي نداو في التعليم في الصحة أيضا في المستشفيات الخصوصية. ما فائدة هذه الضرائب التي تقتطع لنا وتقتطع لهم وتقتطع لجميع المغاربة رأفة بالمغرب ورأفة بالمغاربة، لأنه هذا الشباب ديالنا والشابات ديالنا وهذا مستقبل ديال جيل كامل غادي تقتلوه وغادي تكروه في البلاد أكثر مما هو كارهها، فرأفة بهذا الوطن ورأفة بنا. تحياتي لكم، السلام.